الاخبار يا بطل. في الفيديو اللي فات ركزنا على اهميه تحقيق الهدف، وان انا اكون المايند سيت بتاعتي فاهم ان هي استمراريه مش تحفيز، والتسخين وشرب الميه في التمرين. ايه اللي المفروض يتم، ايه اللي المفروض يحصل؟ اول حاجه، يعني ايه كلمه ار اي ار؟ ار اي ار ده يعني ريبس ان ريزيرف، يعني بمعنى اصح عدات الاحتياط اللي معايا في جيبي اللي هي لسه ما خرجتش من المخزون بتاعي في المجموعه. بمعنى انا مثلا دلوقتي بلعب بنش بريس وعمال ان انا اطلع بالوزن وانزل، اطلع بالوزن وانزل، جيت عند العده العشره قلت ان انا ناقص لي عدتين كمان، يبقى انا كده الار اي ار بتاعي بيساوي 2 العدات الاحتياط، 2 العدات اللي معايا في التانك 2. بلعب مثلا فلاي جبت 9 عدات وقلت انا حاسس ان ممكن اجيب 3، يبقى انت كده الار اي ار بيساوي 3، انت معاك 3 عدات في الاحتياط. انا بقى ازاي بقى ممكن اعرف اصلا ان انا اقدر انا عديت احتياطي كام؟ مثلا تعالى مثلا في فلاي حاجه بس يعني يكون جهاز احسن لك. ابدا مثلا انت العب 1 2 3 7 10، اقف عند العده 10 او العده 9 وقول انا حاسس ان انا هجيب 2 كمان، ده اخري. فتروح اعمل ايه؟ واحده الثانيه وارجع جرب بقى تعمل الثالثه، لقيت نفسك عارف تعمل الثالثه، يبقى انت كده قدرت غلط. كمل 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 عد، كمل عد، كمل عد، شوف انت غلطت في قد ايه، تقديرك غلط قد ايه. ممكن تلاقي نفسك اصلا جبت 7 عدات زياده او 10 عدات على 10 اللي انت كنت جايبهم، فيبقى انت كده تفهم ان انت بتقدر الار اي ار غلط. تيجي مثلا في يوم تاني او في مجموعه تانيه انت بتعمل نفس الحركه، انا جبت 10 عدات وانت في العده ال10 اهو قلت انا معايا ار اي ار واحد، تلعب الواحد، لقيت نفسك جبت الواحد، ولما رجعت خلاص مفيش تاني، انت كده خلاص، انت كده بدات تعرف تقدر الار اي ار صح، وبدات تعرف تقدر شده تمرينك عامله ازاي. انا بفضل وبستريح ان انا اخلي الار اي ار بتاعي على الاجهزه، ممكن اصفره في المجموعه الثالثه او الثانيه يعني مش من الاولى، وعلى الدمبلز او الحره عامه ان انا اسيب عدتين لثلاثه في الار اي ار. وبرده في الجدول ببقى كاتب لك ان انت الار اي ار بتاعك كام في التمرينه دي. طب انا لو حد مبتدئ هل المفروض العب ده ار اي ار زيرو؟ لا، حتى لو على اجهزه انا بس ممكن اسيب عده او عدتين. انا اصلا عايز ابدا ان انا كمبتدئ اعرف ازاي احرك الوزن، اعمل ايديا كده ولا كده، امسك كده ولا كده، اعمل ايه. فانا مش هبدا اركز في موضوع الفيلير دلوقتي، لا انا بس هبدا اركز في ان انا العب بتكنيك مظبوط، وبعد كده نبدا نشوف موضوع الفيلير ده ماشي ازاي. موضوع انك دخلت الجيم لقيت ناس ماسكه ورقه كده او ماسكه نوت وقلم وعماله بتكتب وبتدون، او حد ماسك التليفون وعمال يكتب بعد كل مجموعه والكلام ده كله، ممكن تكون انت بتستغرب هم ليه بيعملوا كده، بس الموضوع ده اصلا مهم جدا لانك تعمل حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود. بروجريسيف اوفرلود دي اللي هي زياده الحمل التدريجي. العضله عندي عشان تتطور هي محتاجه تتحفز. هتتحفز ازاي؟ الاسبوع الجاي ممكن مثلا احط لها عده زياده، او اكسر الوزن 2.5 او كيلو وربع، وعلى حسب الدنيا عندي مثلا الزياده بتبقى زياده قد ايه، هل هي ترى كيلو ونص، هل هي 2 كيلو ونص، على حسب بقى الجيم عندي، كل جيم وليه حاجته. فانت عامه التسجيل بيساعدك ان انت تعرف اصلا انت الاسبوع اللي فات كنت شايل وزن قد ايه وجبت بيه قد ايه. لان انا مثلا دلوقتي لو واقف قدام كيبل ورحت جاي ماسك الدبوس حطيته في السبعه مثلا، فجيت بعدها الاسبوع الجاي انا مش فاكر اصلا انا حطيته في الكام، ومش فاكر اصلا انا جبت كام عده. فلو انت قللت لانك مش واخد بالك انت كنت اصلا لاعب بقد ايه، فانت كده بتقلل الحمل من على العضله مش بتزوده، فحته التطور اصلا هتبقى بطيئه جدا. فانت عشان كده لازم تسجل. التسجيل هيساعدك ان انت تعمل بروجريسيف اوفرلود بطريقه صحيحه جدا. وده خلينا ننتقل للنقطه الثالثه. النقطه الثالثه، انا لما بخش الجيم مثلا بشوف جهاز بلاقي ان هو بيبقى فيه درجات، بعلي الكرسي بوطي الكرسي، طب انا الموضوع ده اظبطه ازاي؟ اصلا الجهاز معمول ان يبقى فيه كرسي عشان كل واحد طبعا طوله مختلف، وزنه مختلف، مدى الحركه بتاعت ايده، ممكن حد يبقى بيعرف يرجع ورا قوي، حد لا ما يقدرش، صعب عليه. فانت اول حاجه بتظبط الكرسي على اساس راحتك وراحه مفاصلك، ومع ذلك انت لو خد بالك ان انت لو غيرت مثلا في شكل الكرسي في حاجه معينه ممكن تستهدف عضله مختلفه. يعني مثلا في لاين بنش بريس ماشين لو انت رافع الكرسي قوي وعمال تزق لقدام كده، انت كده عامه بتشغل الميدل شيست، يعني هو اصلا جهاز انكلاين، جهاز ابر شيست، لا بس انت عشان زاويه ايدك اختلفت في الزق فبدات انت تستهدف حاجه مختلفه. ممكن ناخد محاضره عملي كده في الجيم بسرعه على الاجهزه واقول لك الدنيا دي بتشتغل ازاي وايدك المفروض تبقى عامله ايه. يعني اللي قدامنا ده مثلا ده جهاز الدفع للصدر العلوي. انا دلوقتي لما قعدت على الكرسي وهو عالي وفي نفس الوقت زحلقت جسمي كده لتحت وبدات ازق، اتجاه ايدي بدا يروح اكتر ناحيه الميدل فايبر، يعني انا كده بقيت اركز على الشيست من الناحيه الوسطى من الصدر، بدل ما انا اصلا كنت بلعب انكلاين ومفكر ان انا كل ده بلعب انكلاين. فانا هبقى عايز حاجه اتجاهها اعلى شويه، فهبدا ان انا اعمل ايه؟ هنزل الكرسي لتحت كده، هو مش شرط بس نسبيا هيبقى المقبض مثلا على اول شيستي العلوي كده، وابدا ان انا ازق، هلاقي ان ايدي بتروح لفوق مش بتروح لقدام.
نفس الفكره في الشيست بريس ماشين، لما قعدت ورفعت الكرسي لفوق هبدا ان انا ازق، اتجاه الزق هيبدا ينزل للديكلاين، فاتجاه الزق لما انا الكرسي بتاعي عالي راح في حته تانية خالص، وبقيت استهدف حاجه انا مش عايز اصلا استهدفها. فهنزل الكرسي شويه بحيث ان الخط بتاع ايدي في الزق المفروض وانا بزق تبقى ايدي رايحه ناحيه الميدل مش ناحيه اللور. برضو في السيتي درو انا مثلا دلوقتي معلي الكرسي وانا كمان طويل، فبدا الاتجاه بتاع قبضتي يبقى لتحت، بدا ان انا اشغل اكتر يعتبر اللاتس وبشغل الميدل باك. فالمفروض ان انا هنزل الكرسي لتحت وهبدا ان انا احط صدري على الجهاز وابدا ان انا اشد بالشكل ده، وايدي تبقى مفتوحه مع ضم لوحين كتفي عشان اشغل الابر باك بالشكل المظبوط. خلصنا، نيجي بقى لنقطة التنفس. ازاي اتنفس وانا شايل اوزان؟ في موضوع الزق او الحركات اللي انا بعمل فيها بوش زي التراي زي الشيست زي الكتف، وانا بزق بحتاج ان انا اخرج نفسي مع الزق، وانا نازل عليا بسحب النفس لجوه. عكسها في البول، اي تمارين فيها سحب وانت بتسحب طلع النفس بره، وانت بترجع بالوزن خد النفس ليك. وحقيقة عن تجربة التنفس الصح في التمرين بيخليك تجيب عدات اكتر. دي حاجه عن تجربه انا مجربها. ده غير كمان ان هو بيقلل الضغط جوه الجسم. يعني انا مثلا دلوقتي ممكن ابقى نازل بالوزن خلاص خلصت المجموعه وانا كاتم نفسي، اقف الاقي نفسي بدوخ، بطني اتقلبت، حاسس ان عايز ارجع لان الضغط جوه جسمي زاد. كده يبقى احنا النهارده اشتغلنا على 4 حاجات. اول حاجه هو الار اي ار، تاني حاجه البروجريسيف اوفرلود او البروجريشن وازاي اصلا العضله بتتطور، تالت حاجه الاجهزه وظبطتها، رابع حاجه موضوع التنفس. كده احنا قطعنا مسافه كويسه في موضوع ان انا افهمك الاساسيات، والحلقه الجايه بتتكلم عن التغذيه. مع السلامه.